ايه احدد اولوياتي؟ يعني ايه اقول لا لحد عشان انا بختار نفسي؟ يعني ايه اخرج ناس من حياتي علشان انا بختار نفسي؟ يعني ايه اختار صحابي؟ يعني احدد انا عايز ايه من كل حد في حياتي؟ يعني ايه بختار نفسي فاقول ستوب في العلاقة دي؟ يعني ايه بختار نفسي فاقول انا مش هقبل الاهانة دي ايا كان انت شخص مين في حياتي؟ يعني ايه بختار نفسي فاكون قوية كفاية ان انا اقدر ادافع عن نفسي لو اي حد اذاها؟ انا معرفتش احب نفسي واقدر نفسي الا لما عرفت اختار نفسي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. في فيديو النهارده هنتكلم عن ازاي انك تختار نفسك، فان شاء الله الفيديو ده هيعجبكم. بس قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا فيديوهاتي اول باول، وكمان ما تنسوش تعملوا شير لكل اصحابكم عشان يستفادوا هم كمان من الفيديو ده، ولايك كتير على الفيديو ده. ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. اول واهم نقطه، اعرفي نفسك. هو انتوا بتعرفوا تحبوا حد وانتوا ما تعرفوهوش؟ اكيد لا. فاحنا عشان نحب نفسنا محتاجين ان احنا نعرف نفسنا الاول. اعرف نفسي، اعرف رانيا بتحب ايه، رانيا بتكره ايه، رانيا ايه اللي بيضايقها، رانيا محتاجة ايه من الناس اللي حواليها ومن الناس اللي في حياتها، رانيا محتاجة ايه من كل حاجة في حياتها. هدفنا الاول في الحياة ان احنا نكتشف نفسنا، وده على فكرة بيحصل لحد ما نموت. يعني انت مش بتقعد اول 20 ولا 50 سنة في حياتك بتفهم نفسك وبعد كده خلاص، لا. ولكن احنا كل يوم بنتغير، فعشان كده احنا بنبقى محتاجين ان احنا نقعد مع نفسنا يوميا ونراجع عاداتنا ونراجع اولوياتنا في الحياة. وخلي بالك، كل ما ركزت على اللي جواك كل ما اللي براك هيروق وكل حاجة هتبقى تمام. وكأن كده اللي جواك أوضة، فانت بقى محتاج ان انت ترتب الأوضة دي، ترتب هنا القيم، ترتب هنا الأهداف، ترتب هنا الأولويات، ترتب هنا الناس في حياتك. فلما من جوه يبقى مترتب كده هتحس ان انت خلاص هادي وتمام. حتى لو عندك مشاكل هتبقى عارف انا عندي الركن ده كويس في حياتي، والركن ده كويس في حياتي، والركن ده كويس في حياتي، بس في ركن كده مش كويس في حياتي فهظبطه. فمش مشكلة اظبط الركن اللي هو مش كويس في حياتي ده، ان زي ما قلنا اللي ما بنعرفش نغيره بنتقبله، واللي بنعرف نغيره بنشتغل عليه. حاجة مهمة جدا في موضوع الأولويات ده انك تركز ان الأولويات دي تكون أولوياتك انت وطالعة من جواك انت. يعني مثلا ما تدرس حاجة عشان حد تاني عايزك تدرسها، لازم تكون انت اللي حابب الدراسة دي وانت اللي عايز تدرسها. فانت كده بقيت بتعرف تحدد أولوياتك، وأولوياتك دي طالعة من جواك. في كمان حاجة تانية، لو انت مش راضي عن نفسك كلمة هتوديك وكلمة هتجيبك. مثلا لو انا مش راضية مثلا عن جمالي، شايفة مثلا ان انا مش جميلة قوي، لو الدنيا كلها كل ما حد يشوفني يقولي ان انا جميلة قوي، انا برضو مش هبقى راضية عن نفسي، ومش هفضل حاسة ان انا جميلة، ومش هفضل حاسة ان انا مبسوطة. وبعد كده كمان احساسي ده هيتنقل للناس، والناس بعد كده هتبطل تقولي ان انا جميلة، والعكس تماما. فاللي انتوا شايفينه على نفسكم هو اللي الناس هتشوفه عنكم. انت شايف نفسك جميل، الناس كلها هتشوفك جميل. انت شايف نفسك ناجح، الناس هتشوفك ناجح. احساسك ده هيتنقل للناس، وهو ده اللي الناس هتتعامل بعد كده معاكم من خلاله. تالت حاجة او رابع حاجة مش عارفة، المهم يعني النقطة اللي بعدها، ارسم لنفسك شكل حياتك اللي عايز بعد كده تكون عليه كمان سنة او سنتين قدام. احلم واتمنى، وعايزة اقولك اللي هتعرف تتخيله هتحققه، اللي مش هتعرف تتخيله مش هتحققه. ولما تحلم احلم بحاجات كبيرة، وحتى لو الحاجات الكبيرة دي ما جاتش في الطريق هتجيلك الحاجات الصغيرة. يعني مثلا لو حد مثلا عايز يجيب امتياز، فلو ما جابش امتياز هيجيب مثلا جيد جدا، هيجيب جيد. لكن لو هو اصلا هدفه جيد جدا هيجيب مقبول. فانت دايما احلم بالحاجات الكبيرة، عشان لو ما جاتش الحاجات الكبيرة في الطريق هتجيلك الحاجات الصغيرة. واخيرا اختار نفسك بعد بقى ما عملت كل اللي فات ده. لكن لو ما عملتش كل اللي فات ده هتختار نفسك ازاي وانت مش عارف نفسك اساسا؟ اللي جاي بقى، لو مكان انت مش متقدر فيه ما تروحوش، انت كده بتختار نفسك. شخص بيحبطك خرجه من حياتك، انت كده بتختار نفسك. دراسة انت مش حاببها غيرها لو امكن، انت كده بتختار نفسك.
لو ما امكنش كملها وخلصها، وابدأ اللي بعد كده اللي انت عايزه وبتحبه، او حط جنبها الدراسة اللي انت بتحبها، تبقى انت كده بتعمل الاتنين في نفس الوقت. حد ما بيحترمكش وما بيقدركش طلعه من حياتك. طب حد انت مش هتعرف تطلعه من حياتك، ارسم له ليميتس معينة، حدود واضحة وصريحة، يبقى انت كده بتختار نفسك. خامس نقطة او سادس نقطة، مش عارفة عد انتوا، طور من نفسك كل يوم. اتعلم كل يوم سكيل جديدة، كل يوم اتعلم مهارة جديدة، اتعلم حاجة جديدة حتى ولو صغيرة. في وسط مسؤولياتك واهتماماتك ما تنساش كل يوم تتعلم حاجة ولو صغيرة. بعد فترة هتلاقي عندك حصيلة مهارات واتغيرت جدا. يعني مثلا لو انت مش كويس في الانجليش، لو كل يوم اتعلمت 5 كلمات في الانجليش، تخيل كده على اخر السنة بعد 365 يوم، اضرب بقى 5 في 360، شوف بقى انت كده على اخر السنة هتبقى اتعلمت كام كلمة. فانت ممكن تكون شايف ان الخمس كلمات دول حاجة صغيرة، بس شوف بقى على اخر السنة انت هتبقى اتغيرت ازاي ووصلت لايه. فما تستقلش بالمهارات الصغيرة، عشان بعد كده هتبقى حصيلة كبيرة وهتغيرك تماما. النقطة اللي بعدها، ما يهمكش رأي الناس فيك. ليه؟ لأن هل اللي قدامك ده عارف انت مريت بإيه في حياتك؟ عارف انت عديت بإيه من أيام صعبة؟ عارف انت حققت ايه وازاي حققته؟ عارف انت تعبت قد ايه؟ عارف انت وصلت لهنا ازاي؟ عارف انت عانيت قد ايه في حياتك؟ في كمية حاجات انت بس اللي عارفها، فانت بس اللي تقدر انك تقول انت كويس ولا لا. عشان كده مهم قوي ان انت تبقى راضي عن نفسك، مهم قوي ان انت تبقى عارف ان انت شخص ناجح، مهم قوي ان انت تبقى عارف ان انت كويس من جوه ونضيف. فعشان كده ما يهمكش رأي الناس ابدا، ودايما اختار نفسك. وبس كده، يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم، واستنوني ان شاء الله في فيديوهات تانية. سلام.